النهارده يا جماعه ايس كريم في كيس بس جميل قوي بالشوكولاته وبالمربى وبالكريمه وحلو قوي. طب ما تيجي نشوف الوصفه عامله ازاي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا النهارده هعمل معاكم ايس كريم بس سهل وبسيط. هو يعني ايه، احنا مش هنقول اقتصادي قوي ولا اللي هو ايه يعني يعني ايه كلفنا كتير، لا. وبعدين الاولاد نفسهم فيه، بس انا هعمله يعني ايه حاجه بسيطه ان شاء الله تعجبكم. احنا معانا شوكولاته، اي نوع شوكولاته انت بتفضليه وبتحبيه. هنحط كده في كل كيس مكعبين من الشوكولاته وبميه سخنه، وهنحط الكياس بتاعتنا كده مع المكعبات الشوكولاته اهو، ماشي. ومعانا كوبايه ميه كوبايه لبن فيها 5 مكعبات من التلج، ومعانا مربى بالفراوله. وانا هقول لك التفاصيل واحده واحده. انا بعمل بس معاكم الاول الشوكولاته اهو كده. انت حابه تحطي اكتر من المكعبين دي حاجه بترجعلك، امال انا المكعبين بصراحه كفايه عليا كده جدا. هتبقى الدنيا كده مظبوطه عشان المكعبات دي صغيره شويه، فهن ايه هنحط كده في 3 يعني بس من الصغيرين اهو، 5 اكياس بالظبط، او هنشوف العدد اللي احنا هنعمل بيه. واهو يا جماعه، وادي الشوكولاته بتاعتنا كده ساحت، خدت لمده بالظبط ايه 5 دقايق او اقل اهوت. هنفرد بقى الشوكولاته بتاعتنا كده اهي، هنفردها حلو قوي في الكيس. هي كانت عايزه شوكولاته اكتر، بس احنا بقى بنعمل حاجه على القد. لو انت حابه هتحط بقى اكتر من اللي انا ايه حاطه ده اهوت. واهو يا جماعه شفتوا اهو، زي ما انا بقول لك افردي كده على الحجم مثلا اللي انت عايزاه اهو. هي بس كانت الشوكولاته بتاعتي مش كانت لسه فكت، فمش كانت ماشيه معايا قوي، وده كده كويس ومناسب لحديت هنا كده. وهعمل معاكم كمان واحد اللي احنا عملناه في الاول ولا علب بقى هنحط فيها، ولا هنجيب معالق، ولا هنجيب بقى ايه الحاجات التانية، لا ده احنا هنعمله في اكياس. هنعمل ايس كريم بالشوكولاتة وفي اكياس كمان. هنخلص بقى بقية الكمية وارجع لكم. واهو يا جماعة شايفين كل الكمية عملناها اهيت. هنسيبها بقى على ما نعمل الكريمة بتاعتنا. ومعانا بقى ايه 3 اكياس من الكريم شانتيه اهو، يعني بمعدل كوباية برضه، والكوباية اللبن بالتلج. وهنحط المربى بتاعتنا اهوت زي 3 معالق مربى كبار، وهنضربهم كويس. واهو يا جماعه شايفين كده الكميه معانا بقت تمام اهوت، شايفين وده كده كويس جدا. طبعا انا زودت بس من ورا الكاميرا كوبايه واحده لبن، لقيته تقيل قوي زياده والكميه بسيطه، فانا زودت كوبايه لبن برضو متلجه كده عشان تضاعف معايا الكميه وايه ويكفيني يعني. واهو يا جماعه هنحط بقى الكريم شانتيه بتاعنا. الكريم شانتيه مع المربى مسكر قوي حلو قوي بصراحه يعني اهوت. هنجيب بقى الكياس بتاعتنا، هنكون فاتحينها كده ومجهزينها اهو، وهننزل كده بالكريمه اهو لما لحديت الاخر، شايفه اهوت. هنقوم بقى ايه ماسكينه من هنا ثانيه كمان مره، ما نعمل كمان حاجه معاكم
وهو يا جماعه زي ما انتم شايفين بناخد بقى ايس كريم اهوت ونحط في الكيس بتاعنا. هو بنفخه يعني، هو الايس كريم بنفخه لوحده، يعني انت ما تعمليش اي حاجه. وشفتوا يا جماعه بتربط بكل سهوله. شفتوا جبنا فتله، يعني اي فتله عندك اهي اهي اهي، شايفين بلفها ازاي اهي اهي، لفيتها كده شايفين. وهقوم بس ايه لفاها كمان شويه عشان مش هقرب اهو. شايفين الكيس بتاعي اهو، نفس الحكايه التاني. جبت الفتله، مش هنشتري خيط من بره ولا اي حاجه، اي حاجه موجوده عندي، يعني انا بسهل لك الدنيا اهو. هنخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. وادي الاكياس بتاعتنا الايس كريم، هنحطها بقى في التلاجة في الفريزر لمدة ساعة او ساعة ونص بالظبط تتجمد. وبعد ما حطيته في التلاجة في الفريزر ليلة كاملة اهو، يعني بصراحة انا حطيته ليلة كاملة عشان كده ما اتأخرت في تنزيل الفيديو اهو. شفتوا جميل ازاي وسايب الكيس وكل حاجة ازاي اهو. هندوق حد دوقي. الله، كمان طعمه خطير بجد بجد وحلو قوي. وهو يا جماعه وادي الايس كريم بتاعنا اللي انا قلت لكم عليه اللي احنا عملناه معاكم، بيتشال بكل سهوله في الكيس. طبعا هما بس عايزين دول مجمدين، فانا مش عارفه اشيلهم لهم يعني عشان ايه ياكلوهم على طول اهوت. بس اللي احنا شلناه معاكم شوفوا نازل بكل سهوله خالص. ايس كريم سهل وبسيط واقتصادي على قد ما نقدر، يعني مش اقتصادي قوي ولا هو مكلف قوي، بس عملنا حاجه حلوه في البيت وفرحنا الولاد اهوت. وادي الفيديو بتاعنا النهارده، ويا رب يكون عجبكم واشوفكم على الف خير في فيديو جديد. لو اول مره بتشوفونا انا اسمي نجوى ابراهيم، مش انسوا بقى تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، مش انسوا تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامه، باي باي.